احنا هنا عملنا ايه في الاستاكوزا؟ اول حاجة خدناها سلقناها وفتحناها من ظهرها وشلنا منها عرق الرمل ودخلناها الفرن في الصينية بالزبدة. يعني الاستاكوزا دي مطلوبة مشوية بالزبدة والليمون فقط. هي لها طرق تانية طبعا، بناخدها طبعا على الجريلا، او بنسلقها بالخضار والخلطة، او بندخلها الفرن بالزبدة والليمون زي ما قدام حضراتكم كده، او بنعملها مخلية. في تلك الحالات لازم تتسلق الاستاكوزا الاول. احنا هنا بنقدمها بشكل حلو قوي. بص معايا كده، بنجيب قطعة سيلفر ونحط كل استاكوزاية على قطعة السيلفر ونلفها. في ناس كانوا الاول بيحبوا الاستاكوزا دي تتعمل شوربة. هي بتتعمل شوربة كويسة قوي، وان شاء الله هنقدم ليها فيديو اسمه شوربة الاستاكوزا، انتظرونا على القناة. احنا قدمنا لها فيديوهات كتيرة قوي واتكلمنا في الفيديوهات ديت عن الفرق ما بين الاستاكوزا السوداء والاستاكوزا الرملية، والفيديوهات موجودة طبعا على القناة. اما احنا هنا معانا استاكوزا رملية اهو، سلقناها، حطينا عليها زبدة وليمون، والشباب اللي زي الفل شغال، دخلناها الشواية كده خدت وش، وبنقدمها على التري بشكل حلو قوي. بص معايا كده اهو، اهو واحدة جنب التانية، اهو جنب التالتة، بعد ما اتسلقت واتنضفت وتشال منها عرق الرمل. وخلي بالكم في بطارخ بنسيبها. الناس اللي عايزة تعرف الطريقة، احنا عندنا كام فيديو موجودين على القناة بيقدم لكم الشرح بالتفصيل من اول ما بنسلقها. وطبعا في عندنا فيديو بالجبنه الموزاريلا وفيديو للاستاكوزا المشويه بالزبده موجود على القناه. انزلوا كده هتلاقوا الفيديوهات موجوده على القناه، اتفرجوا على الطريقه بالتفصيل. ولكن احنا هنا عندنا فيديو شو للاستاكوزا كده بنقدمها بشكل حلو بعد ما اتسلقت والصوص بتاعها الحلو، ونبدا نولع ونقدمها بالشكل الحلو ده كده، حوالين منها نار طالعه سخنه طالعه حلوه. بتتقدم في المطاعم الكبيرة بأشكال متنوعة. وفي طبعا اللي بتتعمل مخلية ديت بيتحط عليها جزر وتحط عليها خضرة، بتحط عليها كريمة، بتحط عليها جبنة موزاريلا، تطلع بالشكل الرائع ده كده. وكل زبون وله طلبه. احنا هنا طلب الزباين زبدة وليمون فقط، بتتقدم بالشكل ده كده. وان شاء الله هنقدم لها طرق متعددة ان شاء الله في الايام القادمة. حطوا لنا لايك كده، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل، وصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله دايما هو الافضل وهو الباقي. اهو والاجانب بتاكل طلبها كده يا جماعة. في ناس بتحبها بالخلطة، وفي ناس بتحبها بالجبنة الموزاريلا، وناس بتحبها مخلية. هنا الاجانب اهوت منتظرين التريه ينزل مولع نار قدامهم. هم بيحبوا الحاجات الحلوة اللي زي كده فقط. في قناة الشيف رضا شعبان كل جديد هينزل. ولكم مني التحية إلى أن ألقاكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.